الدنيا مقلوبه على الفيلم ده. فيلم السلم والتعبان لعب عيال يا جماعه. بصراحه انا شايف ان الفيلم كويس، ما يستاهلش كميه الكراهيه دي. ماشي هو مش فيلم جامد بس مش للدرجه دي يعني مثلا نفس مستوى الهوى سلطان، والاثنين مستواهم عادي بصراحه يعني. بس انا متفاهم غضب الناس على حوار ان هو التصنيف والكلام ده، بس مش دي اللي هتخلي فيلم حلو او وحش. زي ما قلت قبل كده جوده الفيلم اكبر بكتير من الحاجات دي، والفيلم ناقش حاجه مهمه وحاجه جديده وكويسه. بس كان نفسي يبقى احسن، بدل اخدوا الريسك ان هم يعملوه السلم والتعبان يبقى المفروض يعلي على الجزء الاول، او على الاقل يبقى نفس الجوده. هو اخدها من حته كده اللي هو عايز يواكب العصر، وده ما كانش في صالحه. يعني الفيلم ده لو كان اسمه لعب عيال عادي جدا كان هيشيل على نفسه كميه تحديات، على كميه سخافات، على كميه حاجات كتيره جدا. انا دلوقتي بقولها، انا شايف الناس اجتهدت، شايف ان في ناس مثلت. يعني اسماء جلال يا جماعه مثلت. عمرو يوسف انا بحبه جدا يا جماعه، في مشاهد عملها حلوه قوي، بس في مشاهد كتير حسيت ان الموضوع كان فيه مشكله. وبرده في عدم استغلال. انت عندك مجد المصري، انت عندك برده ممثلين كويسين جدا، فانت عندك ناس كويسه جدا، بس انت ركزت في حته كده ما اعرفش، ظلمت نفسك قوي. ظلمت نفسك قوي انك دخلت في الحته دي. وانت اصلا لو تصنيفك للكبار فقط كان هيبقى في احترام متبادل ما بين الجمهور وصناع الفيلم. فككوا بقى من الحاجات دي كلها. انا اكتر حاجه ازعجتني وانا بتفرج كميه الاعلانات الموجوده في الفيلم. وبرده في حاجه اخر ربع ساعه و10 دقائق من الفيلم هي تقريبا نفس الجزء الاول. مش عايز احرق بس هي فده خلاني لما الفيلم خلص اللي هو بصراحه ما انبسطتش. بس في حاجه حلوه بعد ما الفيلم خلص، في كام مشهد كده في تتر النهايه، بغض النظر عن تصنيف المشاهد دي لان هي فعلا المشاهد دي للكبار فقط، بس الامانه ضحكتني وخرجت من الفيلم مبسوط. في النهايه هو فيلم مش وحش، اتفرجوا عليه واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. سلام.